العراق بلد غريب، ينتج بس ما يقدر يبيع، المعامل تشتغل والعمال يكدون والبضاعة تطلع، بس من توصل للسيطرة يتم توقيفها. تدرون شنو المشكلة؟ مو بالقانون ولا بالجودة ولا بالمنافسة، المشكلة انه السوق العراقي محتكر، اكو شي ما ينحكي عنه هواي. السوق صار عبارة عن ملكية خاصة، كل محافظة بها كم معمل تابع لحزب معين أو لعائلة سياسية معينة، ويا ويلك إذا حاولت تدخل بمنتج ينافسهم. كركوك مثال واضح، وبالتحديد معامل السندويتش بانر، عندهم قدرة إنتاجية جدا عالية، أوراقهم طبعا كلها نظامية، وعندهم حتى موافقات من الدفاع المدني، ووصلوا المرحلة يصدرون لخارج العراق. بس من توصل بضائعهم إلى بغداد أو مناطق الجنوب يتم توقيفها، وتتحول من مصدر رزق لصاحب المشروع إلى خسارة كلش عالية. واحد من أصحاب المعامل يقول لي تريلة بضاعتي تم توقيفها لمدة أكثر من 6 شهور، لأن ممنوع تدخل من يعني البضاعة من الشمال للجنوب. ليش؟ لأن اكو معامل تابعة لجهات نافذة ما تريد غيرها تشتغل. وهذا مو بس ظلم، هذا اسمه تجفيف اقتصادي مدعوم بالسلطة. إذا كل محافظة تقرر تمنع اللي يشتغل خارج جماعتها، شلون يصير عندنا اقتصاد وطني متكامل؟ شلون تصير عندنا دولة أصلا؟ اليوم يمنعون منتج من كركوك، باكر يمنعون منتج من الموصل، من البصرة إلى آخره، وبالنهاية احنا نظل نستورد كل شيء ونسد المعامل ونكسر ظهر القطاع الخاص. هو هذا اللي تردوه. المنتج العراقي ما دا يعاني لأنه ضعيف، دا يحارب لأنه ماكو بظهره يعني سند حقيقي. اللي دا يصير مو خطأ إداري إطلاقا، هذا اختناق اقتصادي متعمد، واللي ساكت اليوم راح يصير ضحيته باكر أكيدا. وتحياتي.